السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاركنا وصفتك. الحلقة ديال اليوم معنا لاله فتيحة من ايطاليا اللي غتخدم لنا واحد الوصفة ايطالية بامتياز، سهلة سريعة ولذيذة بزاف. نخليها هي اللي تقدم المقادير وطريقة التحضير. حتى نتوما الا كانت عندكم شي وصفة اللي كتمتازوا بها وبغيتوا تشاركوها معنا، خليوها ليا في التعاليق باش نتواصل معكم. وبالصحة والراحة مسبقا. واحد الاكله غادي كنديرها ملي ككون عندي الزربه ساهله ماهله، سميتها بطاطا الفورنو، بطاطا بالدجاج في الفران. درت كيلو ديال البطاطا، درت الدجاجه قولي ديال ما عرفت 2 كيلو الا ربع بحال هكاك، المهم الدجاجه ديال 2 كيلو الا ربع، الملحه، ثومه محكوكه، الا كانوا ريوسا كبار 3، الا كانوا صغار 4، انا درت 4 صغار. هذا روزمارينو اللي هو الازير خضر، هذه سالفيا، هذه ورقه سيدنا موسى، هذه شويه ديال الحار فلفله حاره، هذا شويه ديال الابزار او زيت العود. نديروا القياس ديالو. وهاد العشبه راه هي زوينه، شتيها كتكون خضراء، وهذا هو وقتها تبارك الله، عرفتي غزاله ها شتيها. ايوا هذه هي باش كنخدم، هادو هما المقادير باش كنخدم هاد البلا. هذا كيجي ها كناخد الدجاج، شتيه ها هي الدجاجه كلها كناخدها بحال هكا كلها. يعني نورمالمون الا عندك الوقت كتقطعيها طريفات رقاق، انا ما عنديش الوقت يعني زربانه. غادي درت الدجاج كامل بحال هكا، هانتي شتيه. هاد الوريقات هادو كتخليهم بحال هكا، هادو حتى هما، المهم وحيده هنا وحيده هنا، يعني اسهل منها ما يكون. كتلوحي البطاطا ديالك، كتلوحي ديك الثومه شتيها كلها، كنلوحوها، كنحيدو هاد الحاجات اللي خدمنا فيهم. صحي لي على التصوير. كنبدا كنلوح هاد روزمارينو، هاد الازير، هانتي شتي تبارك الله راه قبيطه ماشي كثيره، كتجي منسمه بالاعشاب. كناخد الملح، كندير انايا القياس ديال الملح ديالي يعني باش يجي بنين. كناخد زيت العود، انا كنخوي بهاد الطريقه. المهم البنات اللي بغيتو هذا نص كاس ديال زيت العود، انا كنخوي عيني ميزاني. ايوا لاله عليك تناخدو البزار حتى هو، هانتي كناخدو هكا شويه. كناخدو هاد الفلفله حاره، هاد الفلفله حاره حتى هي هانتي شويه المذاق باش كتجي زوينه. ها عندها واحد الكو مع البطاطا وهاد الاعشاب كيجي زوين صافي. وكتخدميه بحال هكا بهاد الطريقه صافي. كتدخلي ديك العطريه لداخل، هانتي ساهله عرفتي، سريعه يعني. الا ما عندكش هذا خصها يكون عندك الدجاج مغسول وطنطو. في المغرب راه نتوما عندكم ربي مهنيكم، الدجاجه يعطيها لكم مقرده مغسوله كلشي. هاتو ايوا صافي، ها هي البلا ديالنا دابا واجده الحمد لله. صافي مليحتها بالزيت العود ديالها بكل شيء. ايوا ان شاء الله. ايوا دابا كناخذوا الفوليو ديال الورقه ديال الطهي، ها هي واجده. وكناخذوا فوق منها البابي الومنيوم. صافي كنغلفوا البلا وكندخلوه ان شاء الله للفران. غير كنحسوا بديك البطاطا عرقات، ما فيها لا عطر، ما فيها لا ما لا والو، ما ديري لا ما لا حتى حاجه، غير كيدخل الفران صافي واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه تحسي بديك البطاطا عرقات مع الدجاج وداك الشيء، وتلقوا شويه الروا ديالهم. وكتقيسي البطاطا منين كتجيك بدات كطيب، يعني حتى اكثر من ربع ثلث ساعه على حسب كل فران كيدير. بنادم يخليها حتى نص ساعه عاد يقلبها
نص ساعه مغلفه، ولكن الفران يكون مهيل على 120 درجه في الاول، ومنين تحلي تلقايها بانها صافي بدات كطيب كتبداي تحركيها عادي وتخليها تحمر. ليمبورطانتي كتجي مذهبه، كتجي زوينه. نخليكم مع الشكل النهائي للطبق ديالنا. تبارك الله عليك، باين عليه كيشهي بزاف. فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناه ودعمونا بزر الاعجاب لنستمر في نشر المزيد، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.